احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى عملنا لكم كده كيكه قدره قادر باسهل طريقه. وخليني اقول لكم بجد يعني تحفه. انا عملتها كذا مره بس ما ظبطتش معايا، ميوره بقى هي اللي عاملاها. وما شاء الله تبارك الرحمن اتظبطت معاها. وبصوا طلعت ازاي، ما شاء الله. تحفه تحفه بجد. اللهم بارك. سهله جدا وما خدتش وقت خالص. بصوا طلعت جميله جدا جدا جدا. تعالوا نشوف الطريقة سوا. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا، طبعا اي صينية انتوا حابينها. هنجيب 2 من باكيت كريم كراميل. طبعا ده يعني معروف موجود في كل حتة. هناخد منه الصوص بس بتاعه الاول، بس احنا دلوقتي هندهن الصينية دهنة كده خفيفة جدا من الزيت، عشان خاطر تظبط معانا لما نيجي نقلبها تتقلب معانا بسهولة. بصوا دهنة خفيفة كده بالفرشة. هناخد بقى الصوص بتاع الكريم كراميل. هننزله كده في الصينية الأول وهنوزعه كويس. بصوا يعني سهل جدا. بصوا ما شاء الله. هننزله كده من في تحت هنوزعه كويس في الصينية. حطينا طبعا الاتنين، وهنحطه بقى في الفريزر عقبال ما نعمل بقية المكونات، بحيث ايه يمسك يبقى يعني ماسك نفسه كده عقبال ما نحط عليه بقية المكونات. بصوا ما شاء الله. هتدخله بقى كده في الفريزر. اللهم بارك. عقبال ما نحضر بقى الكريم كراميل. بصوا ما شاء الله. هنجيب بقى كل حاجة على البارد. هنحط كده من 2.5 ل3 كوبايات من اللبن، كله على البارد. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، ده بمقدار كوباية، يعني اهو يعتبر 3 كوبايات الا حاجة بسيطة. وهنضيف عليها الاتنين باكت. هنضيفهم وهنقلبهم بقى كويس جدا، كله كله على البارد. ما شاء الله. اللهم بارك. كله على البارد زي ما انتوا شايفين كده، عشان طبعا ما يكتلش معانا. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا احنا محطناش اي اضافة تاني لان هو مع الكريم كراميل فيه كل حاجة. هنرفعه بقى على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. هتنينا نقلب فيه كده عشان ما يكتلش معانا. يا دوبك هيغلي بس وهنطفي عليه النار. طبعا هو عليه سكر وعليه كل حاجة. اللي حابب يحط يعني ورقة فانيليا ممكن، مفيش مشكلة، بس انا محطتش لان هو بصراحة هو فيه كل حاجة، يعني ريحته جميلة جدا. كده خلاص كده غلي. طلعنا بقى من الفريزر الصينية بتاعتنا. هننزل عليها بقى وهو سخن عادي كريم كراميل، هننزل على في الصينية على طول. دي كده الخطوة التانية. وما شاء الله تبارك الرحمن. ما تنسونيش بقى في اللايك وكومنت كده حلو لو عجبكم الفيديو. بس هننزل بالكريم كراميل كله. ما شاء الله. وهنسيبه بقى كده على الرخامة بدرجة حرارة المطبخ عادي خالص. او كده تمام. هنعمل بقى المكونات الكيكة بقى مع بعض اهو. طبعا زي اي كيكة عادية بالظبط. والله سهلة جدا جدا فعلا. 2 بيضة، جبنا 2 من البيض وجبنا كيس فانيليا. هنحطها على البيض طبعا كده، وممكن تستعملي مضرب الكهرباء عادي، مضرب يدوي، الخلاط، مفيش مشكلة. دي كيكة عادية خالص بالشوكولاتة طبعا، بالكاكاو. بصي بتقلبي طبعا كويس لحد بس الفانيليا كده ما تاخد مع البيض. وبعد كده بتنزلي بتحطي بقى عليها السكر. دي كوباية الا ربع من السكر. المكيال ده كده بيبقى يعتبر كوباية الا ربع من السكر. وطبعا كل مرة ما تحطي حاجة هتقلبي كويس. بس ما شاء الله تبارك الرحمن. كده تمام. طبعا لازم تقلبي كويس جدا، لازم السكر يدوب مع البيض والفانيليا. فطبعا يستحسن لما يكون مضرب كهرباء او خلاط.
بس ميورا حبت بقى ايه تستعمل المضرب اليدوي، فنزلت برضو كوبايه الا ربع من الزيت، وبرضو نص كوبايه من اللبن، او نص كوبايه من الزيت برضو مفيش مشكله، يعني حسب ما انت حابه. لكن انا حطيت تقريبا نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من اللبن، بس اللبن ما جاش. برضو تقلبه كويس جدا. هتجيب بقى معانا المنخل، وهتنخل بقى دي كوبايه من الدقيق. هتنخل بقى طبعا كده قدامكم الدقيق. كنت طبعا محضره 3 معالق من الكاكاو الخام الاسباني، هتنخله برضو معاكم. ما شاء الله. طبعا عقبال ما بتعملي المكونات دي كلها بيكون الكريم كراميل تماسك خالص في الصينيه. هتنزل بقى كل المكونات الجافه كده ورا بعض، البيكنج باودر عليهم ورشه من الملح اهو ما شاء الله. بس وهتقلبهم بقى كويس جدا لحد بقى ما تبقى خلاص، يعني قوام الكيكه بقى والمكونات كلها مظبوطه، ما ضافتش اي حاجه تاني. طبعا كنت انا مولعه الفرن عشان يسخن. بس احنا بقى كده مش هنحطها بالنظام ده كده في الفرن على طول، لازم نحطها في صينيه. هتشوفوا معانا دلوقتي هيبقى افضل طبعا. هتقلبه كويس جدا كده لحد ما يبقى بالقوام ده زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. بس هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، بص اتمسكت بقى ازاي، ده لوحدها من غير ما دخل التلاجة ولا اي حاجه خالص. ما شاء الله. هننزل بقى عليها بالكيكه بتاعتنا كده بالراحه، واحده واحده كده. هنحاول نوزعها كويس كده حوالينها عشان خاطر لما تستوي نعرف بقى زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو، نقلبها تبقى الدرجات كده مظبوطه. اللهم بارك ما شاء الله، الله اكبر. بصوا بس كده تمام اهو. طبعا انا مولعه الفرن. هنجيب بقى صينيه، اي صينيه عندكم. طبعا انا اخترت صينيه ألمونيا كده عادي. هنحط فيها ميه مغليه، غاليه ميه في الكاتل كده. بصوا ما شاء الله. وهنحط عليها ليمونه في قلب الميه، ليمونه وحبه خل، عشان بس الصينيه ايه ما تسودش مننا وتبوظ. اهو كده تمام. بصوا ما شاء الله. اهو عصرت بقى الليمونه، يا دوبك عصره كده يعني، وبعد كده حطيتها بالقشره بقى. ما شاء الله الله اكبر. بصوا قلبتها كده بس بسيط. بس كده دخلها بقى الفرن. ما قعدتش يا دوبك، قعدت يا دوبك قد يعني 45 دقيقة بالظبط. بصوا طلعت بقى بالشكل ده، ما شاء الله تبارك الرحمن، تحفة تحفة بجد. طبعا بردت زي ما انتوا شايفين خالص كده، حطيناها في التلاجة لمدة من 4 ل5 ساعات، يعني سيبناها في التلاجة من بالليل لتاني يوم يعني الصبح. وبصوا حطينا بقى مية مغلية كده عشان نعرف لمدة 3 دقايق او 4 دقايق بالكتير. برضو مية مغلية كده في الصينية عشان نعرف نقلبها، الكراميل يسيح معانا ونعرف نقلبها على طول، ما تتقلب مظبوط معانا. بصوا كده خلاص اهي، سيبناها 4 دقايق بالظبط. هنجيب بقى الطبق بتاعنا ونقلبها. بصوا هنا ايه خايفين بصراحة واحنا بنقلبها. بصوا ما شاء الله، واتقلبت وكانت ما شاء الله الله اكبر، تحفة زي ما انتوا شايفين كده، والطعم تحفة. فطبعا الاولاد ما سابوهاش يا دوبك، هي ما كملتش يا دوبك 10 دقايق يا دوبك. وكلهم نزلوا عليها بقى كلوها ما شاء الله بألف هنا وشفا للي كل. يعني هي حجمها على فكرة صغير مش كبير، بس الكاميرا مكبراها شوية. فهم كلوها بقى ما شاء الله الله اكبر بألف هنا وشفا. كانت تحفة بجد وطعمها جميل جدا. طبعا انا لازم اجي احط التاتش بتاعي، بس ميورة هي اللي عاملاها. هقطعها انا بقى اهو معاكم. بصوا جميلة جدا على فكرة، الكاميرا ظلماها، الشكل بتاعها تحفة. بصوا عاملة ازاي، حتى انا قربتها على الكاميرا. طبعا وقطعناها كده.
والكيكة بتاعتها هشة وتحفة تحفة. والله جربوها مش هتندموا، ومكوناتها سهلة جدا على فكرة، ويعني مش مكلفة. هو اللي انت هتجيبيه بس الكريم كراميل من بره، لكن كل حاجة بتبقى موجودة تقريبا في البيت. بصوا، ما شاء الله، الله اكبر، وبألف هنا وشفا عليكم حبايب قلبي، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة كده يا رب.